آه بس. طيب، لسه باقي لسه باقي شوية ماشي. استنى، اوعى تكون ما بتصليش الفجر وتنام عليها. اسمع بقى الفيديو ده، ومن بعد الفيديو ده اوعدك باذن المولى تبارك وتعالى مش هتفوت صلاة الفجر تاني. قبل ما نقول فضل صلاة الفجر، عشان ما تقلبش على طول، هنقول ذنب تارك صلاة الفجر. بص يا معلم، انت إن عايز تصحى الفجر لازم تكون صاحي، حد يصحيك يرن عليك، تظبط منبه، تكون نومك خفيف، تصحى على الأذان. المهم تصحى ليه بقى؟ عشان المصحف. يكفيني أقول لك إن الشيطان بيستهزأ بيك. إيه ده؟ إزاي ده؟ والله العظيم يسخر منك الشيطان. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن اللي ينام عن تارك صلاة الفجر الشيطان يبول في أذنه. يقول في أذنه بقى دي، يعني العلماء هنفسرها لثلاث حاجات. علماء فسروها لثلاث حاجات. أول حاجة يقول في أذنه يوسوس له وما يصحاش والكلام لآخره. تاني حاجة يسد ودنه عن إيه؟ عن كلام الله، وعن الخير، عن الصلاة خير من النوم. يسد ودنه عن الخير. طب يسد ودنه عن القرآن ما يخشع، يسد ودنه عن الموعظة ما يتعظ. دي كده تاني حاجة. تالت حاجة اللي هو ان يبول في اذنه الشيطان، يعني يقضي حاجاته، يعني زي ما انت بتخش الحمام كده. ايوه الشيطان بيعمل كده. يكفيني اقول لك كده، يكفيني اقول لك ان تارك صلاة الفجر عند ربنا ذنبه أكبر من مواظب على الزنا، ومن مواظب على شرب الخمر، ومن مواظب على الكبائر. يكفيني أقول لك إن تارك صلاة الفجر ربنا ما يحفظوش، ربنا يسيبه منه كبر. لا لا استنى، أنا بدخل في إيه يعني؟ لا العظمة لله سبحانه وتعالى، لكن أنا معلش بحاول أتطرق يعني اكون معاك اكلمك دماغي كده زيك. فلا استغفر الله العظيم، يعني قصدي يتركوا الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لان لو ما بيصليش الفجر او اصلا ما بيصليش، الله سبحانه وتعالى لا ينظر في كتابه، ما بيبصش في كتابه، سواء كان بيعمل خير ويتصدق وكل ده ويصوم واخلاقه كويسه، بس ما كانش بيصلي، لا اللي كتابه اللي ما بيصليش ده كتابه مقفول وكده. خاصه بقى صلاه الفجر. ليه بقى صلاة الفجر؟ صلاة الفجر بيكون فيها مشقة، كل الناس بتبقى نايمة مش قادرة تصحى، وتعب بقى وإرهاق ونوم وجو لو برد، والواحد بيصحى لشغله، والست بتصحى لشغلها، تصحى تنظف بيتها، الراجل بيصحى يروح جامعته، البنت بتصحى تروح المدرسة، فبتكون مشقة. ولذا الصلاة خير من النوم. وطبيا يا صديقي، إن نمت وصحيت شوية بتاع نص ساعة وجيت نمت تاني، كويس جدا ليك، بيحسن في عمرك، يطول في عمرك، يعني يحسن جسمك وكده. طيب ايه بقى الجزاء بتاع مواظب صلاة الفجر؟ نبدأ من اول ما تصحى كده. الشيطان كده بيبعد عنك خالص. الشيطان بيعقد ثلاث عقد عليك. ان انت قمت كده اتفكت عقدة، ونتوضيت اتفكت عقدة، ورحت تصلي العقدة خلاص راحت خالص كده، الشيطان يبعد عنك. طيب كده اما صحيت، السنة الوضوء الاول. الوضوء كل ذنب بتعمله بايدك او رجلك او ببقك نم كده بيقع لما بتتوضا في اي وقت، مش شرط الفجر. طيب اخلص وضوء اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، رب اجعلني من الطاهرين واجعلني من المتجاورين. ايه اللي يحصل؟ ابواب الجنه كلها تتفتح لك. طيب ده الوضوء كده. طب السنه بقى، من صلى سنة الفجر ثم جلس بعد صلاة السنة وقال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ايه اللي يحصل له يا عم مؤمن؟ غفرت ذنوبه والله ولو كانت مثل زبد البحر. زبد البحر، ايوه اسم الله عليه. ايه تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيترك صلاة السنة، كان دايما يحافظ عليها، وقال قال ركعتي السنة خير من الدنيا وما فيها. طب تمام جدا ان شاء الله مش هنفوت سنة الفجر. طب يا عموما لو انا صحيت وما بيقيموا اعمل ايه؟ على طول اصلي الفجر وبعد كده اخلص صلاة الفجر معاهم واصلي السنة. طيب كده عرفنا. طب صلاة الفجر بقى
بص يا عم، اول حاجه تجعلك في ذمه ربنا، ان عميلك في الشغل مرخمه عليك ولا حاجه، ناس عايزين يأذوك، ناس حاولوا يعملوا معاك موقف مش كويس، كلب حب يعضك وانت مروح كده، زي كده لما الاقي الكلاب ماشي ورايا، ايه اللي يحصل لك؟ الله سبحانه وتعالى يجعلك في ذمته. ليه؟ عشان صليت الفجر. النبي قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. خد الكبيرة بقى، الكبيرة بقى دي اللي هتخليك بقى تحافظ على صلاة الفجر، ممكن تخش الجنة والله العظيم. اه والله العظيم. ازاي يعني؟ مش فاهم. طب ما بص يا عم، النبي قال لك ايه؟ عشان بس ما نقعدش نرغي، من صلى البردين دخل الجنه. ايه هما البردين؟ الفجر والعصر. تمام. طيب الملائكه بتبقى موجوده الفجر والعصر ورديات كده، ناس ينزلوا وناس يطلعوا. فربنا سبحانه وتعالى يسال اللي طلعوا ماذا تركتم عبادي في الجامع؟ يقولوا له يصلون. وبتاع العصر ماذا تركتم عبادي؟ يصلون. فحاجه جميله جدا لما الملائكه تقول لربنا سبحانه وتعالى انهم تركوك وانت تصلي. طيب ايه بقى تاني يا عم مؤمن؟ طيب قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. طيب عايز تعرف مكانك عند ربنا؟ انظر إلى مقامك. من أراد أن يعرف مقامه عند ربنا ينظر مكانه. مكانك إيه عند ربنا؟ وهو الفجر بيقول الصلاة خير من النوم، على السرير ولا بتتوضى ورايح تصلي؟ وأهم حاجة خد بالأسباب واظبط منبهك وحاول تداوم على صلاة الفجر. هو الموبايل راح فين؟ أيوه أهو. كمان بس حاول تداوم على صلاة الفجر. على فكرة صلاة الفجر يا جماعة بتكون شفيع عليك بقى في القبر وفي الدنيا، خير من الدنيا وما فيها، وهو في ذمة الله. الحاجات دي تذكرها. طيب في القبر تلاقي قبرك ممكن ينور بصلاة الفجر. طيب في الآخرة تلاقي الناس واقفة بتتحاسب كده وحاجات كتيرة كده، والناس مسودة وظلام أعوذ بالله، وتلاقي ناس منورين. إيه ده؟ كانوا بيعملوا إيه دول؟ طب ما كانوا معانا يعني، كانوا بيصلوا الفجر. صلاة الفجر من صلى الأربعين يوم صلاة الفجر ما يكتبش من المنافقين. اللي هو يصلي لك كل يوم الفرض كده عشان الناس تقولوا مولانا هم عند اظبط بقى، عايز تخبط اظبط بقى مولانا سيدنا الشيخ ده، مولانا ده انا كل يوم بشوفه رايح يصلي الفرض، هو يجي الفجر يبقى ده نايم وده نايم، الدنيا ظلمه كده وده نايم وده نايم. ما نضيعش صلاة الفجر و صلى على النبي.